زي ما عملنا فيديو أفضل 5 شخصيات في الأنمي حسب التصويت العالمي اللي هم كانوا الشخصيات الطيبة، لازم نعمل أسوأ 5 شخصيات في الأنمي واللي هيكونوا الأشرار، بس المرة دي من وجهة نظري. جاهزين؟ يلا بينا. مبدئيا كده احنا هنبدأ من رقم 5 لحد رقم 1، يعني هنشوف الشخصيات الأقل وحاشة وبعدين الشخصيات الأعلى وحاشة. تمام؟ يلا بينا. الشخصية دي بصراحة أنا ملقتلهاش اسم ولا شكل أصلا، بس هي الشخصية اللي أنا بتكلم عنها سبب كل المشاكل والبلاوي في أنمي المحقق كونان. الشخصية دايما بتعمل مشاكل وبتقتل ناس من غير ذنب، عندها إصرار غير طبيعي في تحقيق هدفها بأي وسيلة وأي طريقة مهما كانت. باختصار كده الشخصية دي شر ماشي على الأرض. شخصية شيشيجامي من أنمي إنيوشكا. شيشيجامي كان شخص عادي جدا طيب جدا ما بيعملش أي حاجة لحد، بس فجأة بقي معاه قوة خارقة. وطبعا أي إنسان بياخد قوة خارقة بيكون عنده خيارين، يا يكون بطل والناس كلها تحبه، يا يكون شرير ويخلص على الناس كلها. وللأسف شيشيجامي اختار يمشي في طريق الشر وبيقتل ناس كتير من غير أي سبب، ده حتى لما كانوا بيسألوه هو ليه بيعمل كده ما كانش عنده مبرر. شخصية يوكومو أوموري من أنمي طوكيو غول، أكتر شخصية مجنونة وسادية شفتها في حياتي وأنا بتفرج على الأنمي. عضو في الأوجيري معروف بجنونه ووحشيته، فضل يعذب كانيكي 10 أيام متواصلة لدرجة إن الواد يا قلبه مصعب عليا والله، شعره بيض من اللي حصل له. ولما المعركة اللي ما بينهم حصلت يوكومو كان بيقاتل وكأنه حيوان، ودي مش تصرفات غول أصلا، بس كانيكي بيعمل معاه السليمة وياكله. شخصية أوروتشيمارو من أنمي ناروتو. لو حبينا نتكلم عن أوروتشيمارو واللي ممكن الناس تكون نسيت الحاجات اللي عملها بسبب طول الأنمي وأحداثه الكتير، فأنا هفكركم، وبالتحديد لما حول نفسه لتعبان علشان يغير جلده ويغير جسمه زي التعابين ويعيش أطول وقت ممكن. وعلشان يعمل كده استخدم تقنية محرمة، وأكيد قتل ناس كتير عشان التقنية دي، ووصل بالجنون والطمع إن هو يربي أطفال ويقتلهم عشان هو اللي يعيش ويكمل. شخصية ميدوسا من أنمي سوليتر. شخصية مريضة مقرفة بمعنى الكلمة، حولت ابنها كورونا، ده اسم ابنها اسمه كورونا. المهم حولته لمشروع تجارب وأبحاث، وياريت عملت كده عشان تديه قوة غصب عنه أو تعمل بيه عملية خطر، لأ خالص، عملت كده علشان توصل بيه لأعلى مرحلة من الجنون وتخليه قاتل، ناهيك بقى عن التعذيب والمعاملة الوحشة والشتيمة وكل الكلام ده. وبعد ما خلصت التجارب اللي عليه خلت ابنها يقتلها علشان يبقى مفيش اي حد بيهتم بيه. انتوا متخيلين؟ فبصراحة دي شخصية قمة القرف وتستاهل بكل جدارة واستحقاق المركز الاول. واخيرا يا جماعة نكون كده خلصنا قائمة اسوأ الاشرار في عالم الانمي، وده تاني وتالت من وجهة نظري. لو عندك رأي تاني احب اسمعه في الكومنتات. قايمة كانت مليانة ناس مجانين ساديين ما عندهمش اي مشاعر وما بيهتموش باي حد غير بنفسهم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جاية. وبس كده، كان معكم أحمد، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.